هنتكلم النهارده عن اغرب قوانين كرة القدم اللي ممكن تشوفها في حياتك. انت شايف ان في تطور كبير قوي ما بين الكرة زمان والكرة دلوقتي، من حيث اللعيبة والمهارات ولبس اللعيبة، حتى قوانين زمان كانت غريبة. واول قانون هنتكلم عنه هو لحد بداية الثمانينات في القرن ال19، يعني على سنة 1880 كان مرمى كرة القدم من غير عوار. كان المرمى عبارة عن عمودين طول كل واحد منهم حوالي 7.5 متر وبدون عرضة افقية، واللاعب يشوط زي ما هو عايز. واللي كان مظلوم في الموضوع ده هو الحارس، لانه كان بيعمل اللي عليه ويصد اللي يقدر يطوله، لكن الباقي ما كانش بيقدر يصد. وندخل على القانون الثاني واللي كان بيدي فيه الفائز نقطتين والمتعادلين نقطة واحدة. لكن لاحظوا ان اللعيبه لما بتبقى متعادله ما كانوش بيحاولوا يتعبوا او يروحوا يجيبوا جون، علشان ما كانتش فارقه من نقطه لنقطتين. فيقوموا مطلعين قانون جديد في بدايه الثمانينات وبيقولوا ان الفائز هياخد بدل نقطتين 3 نقط. لا، بيفكروا كرييتيف برضه. وندخل على ثالث قانون واللي احداثه حصلت سنه 1963، وحصلت في ماتش ما بين فريق تشيلي وايطاليا. قام لاعب ايطالي بعرقله لاعب من فريق تشيلي وادى لاصابته، فالحكم طلب من اللاعب انه يخرج بره الملعب، يعني بالاصح كان بيطرده، لحد ما واحد قدر يفهم اللاعب ان هو عايز يقول له اطلع بره الملعب. ومن وقتها قرروا ان هم يعملوا بطاقه صفراء ومعناها الانذار بالطرد، وبطاقه حمراء واللي معناها ان هو يطرد، علشان يبقى في تفاهم اكتر ما بين اللعيبه والحكم. وندخل على رابع قانون واللي طلع سنه 1865، وكان وقتها مسموح للعيبه انهم يلمسوا الكره عادي، او بالاصح انهم يشيلوها ويمشوا بيها وبعدين يحطوها ويروحوا يجيبوا جون. بعدها لقوا ان موضوع اللاعب انه يمسك الكره ويمشي بيها ده خلى اللعبه سهله، فبعدها حاولوا ان هم يصعبوا الفكره شويه وطلعوا قانون قالوا ان اي لاعب هيمسك الكره هياخد انذار. طب ادام اللعيبه كانوا بيمسكوا الكره بايديهم، انما الحارس كان بيعمل ايه؟ انا حابب اقول لك ان وقتها ما كانش فيه حراس اصلا، كانت مفتوحه اي حد يشوط يجيب جون. وندخل على خامس قانون واللي حصل سنه 1965. قبل كده كان على المدرب ان هو يختار 11 لاعب يلعب بيهم الماتش، ولو اي لاعب من ال 11 لعيبه اتصاب يطلع بره الملعب وما يكملش، ويكملوا الماتش ب 10 لعيبه بس. وبعدها سمحوا بعمل تبديلات علشان اللعيبه تقدر تتحرك وتجيب اجوان وتشترك في القناه. فلو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك وتشترك في القناه، لان في شويه فيديوهات هتنزل جامده قوي على القناه نتكلم فيها عن اي حاجه تقدر تيجي في دماغك. وبس كده، سلام.